ازيكم يا حلوين؟ عاملين واهلا بيكم تاني في قناتي. فيديو النهارده زي ما طلبتوا في الفيديو بتاع افضل 5 فاونديشنات، طلبتوا مني نعمل لكم ريفيو عن الفاونديشن بتاع ميبلين فيت مي مات اند بورلس. خليني قبل ما نبتدي في الريفيو بتاعنا، حابه بس اقول لكم هو قايل عليه ايه. انا النهارده نعمل عند مات اند بورلس. خليني اقول لكم بس المفروض ان هم قايلين ان الفاونديشن ده بيعمل ايه ونشوف هيعمل كده ولا لا. اول حاجه بيقولوا ان هو للبشره الدهنيه والعاديه. تاني حاجة بيقول ان هو بيعمل تأثير مط وفي نفس الوقت بيقلل منظر ظهور المسامات بتاعة البشرة. بيقولوا عليها ان هو على طول الفاونديشن بيظبط نفسه على التون بتاعك، معنى كده ان هو التون بتاعه ثابت، هو بيظبط التون بتاعه على حسب التون بتاعك. بيقول ان هو بيدي منظر طبيعي ومتجانس جدا مع البشرة. دول الحاجات اللي بيقولها الفاونديشن. طبعا احنا لسه هنشوف دلوقتي اذا كان بيقولها فعلا ولا لا. انا مش حاطه اي حاجه في وشي غير بس عامله عينيا عشان خاطر حتى مش حاطه كونسيلر او حاجه عشان يبقى باين بالنسبه لكم فعلا فاونديشن بيداري ولا لا، الكفر بتاعه عالي ولا لا. النهارده عشان اعمل ريفيو معاكم هقسم وشي اتنين، جزء هعمله بالفرشه وجزء تاني هعمله بالسبونجه المبلوله بتاعتي عشان خاطر تشوفوا انهي الكفر بتاعته اعلى وانهي بالنسبه لكم التغطيه بتاعته احسن. هو بغطا كده، اول ما بتفتحه مفهوش بامب ولا حاجه، بتكوبي من الفاونديشن، ودي حاجه بالنسبه لي مش لطيفه لان انتي بتهدري من الكريم الاساس، لان ممكن مش كل اللي اتعمل ده تستخدميه، بس اتس اوكي. هاخد الجزء بتاع الفرشه وابتدي اخد كده نقط منه. انا حطيت في نص وشي ده الفاونديشن والنص ده مش حاطه فيه فاونديشن زي ما انتم شايفين. التغطيه بتاعته متوسطه، يعني انا لو حطيت طبقه تاني هيديني فول كفر. زي ما انتم شايفين هنا عندي هالات سودا، هنا مش باين اي حاجه خالص. ده الجزء اللي مفيهوش فاونديشن وده الجزء اللي فيه فاونديشن، فمنظره طبيعي خالص، منظره على البشره طبيعي خالص، ما بيديش اي منظر مش مكلكع، مش مستقر في الخطوط بتاعتي، بالعكس مخلي شكلها حلو. زي ما انتم شايفين انا حطيت منه شويه تحت عينيا، مداري شويه الهالات السوداء، يعني معنى كده هو تغطيته متوسطه. يعني انا لو حطيت طبقه تاني هيداري الهالات خالص، مش مبين اي حاجه في وشي. زي ما انتم شايفين انا عندي شويه حتت غامقه في وشي، هو الى حد ما مداريها، فنقدر تقول ان التغطيه بتاعته متوسطه. التوزيع بالفرشه بيبقى شكله حلو قوي. احنا لسه ما جربناش الجزء التاني بتاع الاسبونشا، خلينا نجرب الجزء التاني. الناحيه دي من وشي بتاعه الفرشه والناحيه التانيه بتاعه الاسبونشا. مبدئيا الاتنين التوزيع بتاعهم كويس، الفرشه حلوه والاسبونشا حلوه. مش سايب اي علامات على الوش، ما بيخططش. زي ما انتم شايفين منظر المسام، خليني اقرب لكم شويه. مش مبين منظر المسام خالص، انا مقربه لكم عشان تشوفوا شكله على الحقيقه. حلو قوي. هو بيقول ان هو مط بس انا حاسه ان هو شويه وشي فيه شويه لمعه، يعني مش، يعني انتوا لو عارفين الفاونديشن بتاع ماك لما بتحطيه يعني كانك حاطه ماسك على وشك خالص، مفيش اي علامات، بيداري كل حاجه عشان التغطيه بتاعته عاليه. ده التغطيه بتاعته كويسه مش وحشه، ما بيدينيش الماسك افكت بتاع ماك، بيدي شويه حيويه في البشره، بيداري الهالات السوداء اللي عندي، فمعنى كده ان التغطيه بتاعته كويسه. فده كان الفاونديشن على بشرتي. خلينا نشوف بس هو كان قايل ايه على الفاونديشن وعمل كده ولا لا. اول حاجه كان بيقول ان هو بيدي تاثير مط وبيقلل منظر ظهور المسامات بتاعه البشره. هو فعلا عامل كده مط، مش دوي خالص. منظر المسامات زي ما قربت لكم من شويه مش باين ان هي في مسامات، الا لو حاطه برايمر مش كويس من تحتيه هيبتدي ينطر الفاونديشن فيبين المسامات. تاني حاجه بيقول ان هو بيماتش قوي او بيظبط قوي التون بتاعي. انا حطيته مش حاسه ان انا في فرق بينه وبين بشرتي. هو مش يلو اندرتون، هو بيج، يعني اللون البيج، واللون البيج ده غالبا بيبقى نيوترال، بيبقى شويه ينفع للناس اليلو اندرتون او الناس الكول اندرتون اللي هما بيبقوا بينك اندرتون. ف
ماتش معايا، ما اداش اللون مختلف عني زي ما انتم شايفين، ماتش قوي مع رقبتي. خليني اخلص بقيه الميك اب بتاعي واظبط الدنيا واجي نكمل الريفيو بتاعنا. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما خلصت بقيه الميك اب بتاعي. حطيت كونسيلر وبودره، ومش حاطه اي نوع من انواع الهايلايت خالص عشان تشوفوا اذا كان وشي بيلمع ولا لا. لو في شويه بس لمع ده من الضوء، من الاضاءه بتاعتي، لكن انا مش حاطه اي هايلايت خالص. انا شايفه ان هو حقق من وجهه نظري، حقق كل الحاجات اللي هو بيقول عليها. مفيش منظر مسام باين عندي، بيدي تاثير مات. انا حطيته قبل كده كذا مره، بيقعد تقريبا من 6 ل 8 ساعات، بعد كده بيبتدي يكلكع ويبتدي يفك من وشك. سعره كويس. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى تكونوا شفتوا الفرق والتغطيه بتاعته وكل حاجه عايزين تشوفوها في الفاونديشن. ولو واحده حابه تشتري فاونديشن، اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد بالنسبه لها. بنات ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناه بتاعتي لو ما كنتوش لسه اشتركتوا. واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.